طبعا الراعي الرسمي عندنا في شهر رمضان وهو الفول. النهارده هنعمل الفول المدمس بطريقه سهله جدا بدون نشا وبدون اي مكونات معقده. تابع الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك. اول حاجه كده هجيب نص كيلو من الفول، هغسل الفول كويس جدا، ولو في اي حاجه مش كويسه هشيلها، ولو في فول كده بيبقى خفيف قوي بيطلع على وش الميه طبعا هشيله كله وهغسله كويس قوي لحد ما اخلي الميه تبقى نظيفه وبيضه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هحضر ميه بتغلي على النار، وهنقع الفول لمده ساعتين في ميه مغليه. هغير الميه مرتين او 3 بميه سخنه برضو زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى اصفي الميه خالص واحضر حله ضغط او اي حله عندي. الحله الضغط انا استخدمتها عشان تنجز معايا في الوقت. بعد كده احط عليها كوبايه من العدس الاصفر، وبعدين احط كوبايه من الفول المدشوش عليه. هغسله كويس جدا وهغسل العدس كويس جدا. بعد كده احط معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الكركم، وبعدين هضيف 2 لتر من الميه. مده التسويه في الحله الضغط بتكون ساعه، ومش بنزود اي ميه، هو بيستوي في الميه اللي انا حطيتها دي. بعد كده الحله بقى العاديه هتاخد من 3 ل 4 ساعات، وطبعا الميه بتقل، فكل ما احنا الميه بتقل بنزود. لو احتاج الفول طبعا لسه ما استواش بنزود له ميه. بعد كده احط نص ليمونه، وهقفل بقى الحله واحطها على النار على نار هاديه لحد ما يستوي تماما. طبعا بقى بعد ما هيستوي الفول معايا، وهتشوفوا بقى شكله عامل ازاي دلوقتي. شايفين بقى محتاجش معايا لاي نشا خالص. تقدروا تسووه في اي حله، او تقدروا تجيبوا الدماسه اللي هي بتاعه الفول عادي لو متوفره عندكم. مش متوفره ممكن تستخدموا الحله العاديه. هناخد بقى طبق كده من الفول هنركنه على جنب عشان هنعمله دلوقتي مع بعض. هنحوجه يعني ونعمله تحويجه كويسه جدا. وهخزن بقى باقي الفول معايا كده وهشيله في الفريزر. هطلع بقى منه في اي وقت. انا الكميه دي ممكن تكفينا يعني حوالي اسبوعين مثلا، عشان احنا يعني هنا على حسب عدد الاسره. انتوا ممكن تقدروا تعملوا الكميه، تضاعفوا الكميه ويكفيكم حوالي كيلو فول. ممكن يكفيكم حوالي طول شهر رمضان. ما تشتروش فول من بره. هو عمل هنا معايا حوالي 7 اكياس، وطبق الفول يبقى 8 اكياس. هنجيب بقى طبق الفول بتاعنا وهنحط عليه معلقه من الزيت، ومعلقه من الطحينه، نص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره الجافه، ومعلقه صغيره من الخل، وعصره ليمونه كده. طبعا التتبيله والتحويجه دي جميله جدا، هتدوقوا طعم الفول، والخل كمان بيدي للفول طعم جميل جدا. هقلب بقى كده، وبألف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين. يا ريت لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، وتصلوا على النبي في الكومنتات، واشوفكم على خير قريب في فيديو جديد.